السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. وصلنا للجزء اخر، حلقه اخرى، وكنت وعدتكم باش اليوم غنتكلم لكم على من بعد ما تكلمنا على قصه الخلق ديال سيدنا ادم عليه السلام وامنا حواء، كيفاش كانوا في الجنه، كيفاش وسوس لهم الشيطان، كيفاش هبطوا للارض، كيفاش ولدوا مجموعه من الابناء اللي قلت البارحه انا 12 ولكن عاود قريت 20، ما عرفتش ممكن عدد كبير. وكل عام كانوا تيدروا بالخلف، ولدوا بنت ولدوا بنت وبنت بنت وكيتزوجوا بالخلف. وقلت لكم بالله هذه قضيه ما غاديش نخوض فيها لان عندها ام ليها. وقلت لكم بالله اكثر الابناء اللي تشهروا ديال ابونا ادم عليه السلام وامنا حواء هما قابيل وهابيل. وقلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا علاش ضروري ندير لكم الموسيقى. بغيت ندير الضوء ما لايقش واقيلا، بلاش ضوي بركه. قلت لكم غادي نتكلم لكم ان شاء الله على قابيل وهابيل. فابونا ادم وامنا حواء من بعد ماشي باش توام، هما كاين قابيل وكاين هابيل، هما بجوج القصه الشائعه. واش حقيقيه ولا لا؟ المهم هي القصه الشائعه ملي كتجي تقلب لها في الكتب ولا مثلا العلماء ولا تيذكروا هذه القضيه ديال ان سيدنا ماشي سيدنا قابيل تولد مع واحد البنت، وهابيل تولد مع واحد البنت. هابيل هو الاول مع الاخت ديالو اللي كانت كيقولوا انها كانت جميله جدا. نتمنوا ان القصه تكون صحيحه، ما كيهمناش هاد الجزء، كيهمنا اللي جاي. وقابيل تولد مع وحده اللي ما كانتش زوينه بزاف. فقلت لكم ان كانوا كيتزوجوا بالخلف، يعني مثلا في هذه الحاله هابيل غيتزوج بخت قابيل وقابيل غيتزوج بخت هابيل. فلما بغات تتم هاد الزويجه هادي، ناض قابيل ما عجبوش الحال وقال باه لبونا ادم عليه السلام علاش انا ناخذ خت هابيل ما زويناش، وعلاش هو ياخذ اختي انا بوقوصه وزوينه، انا ناخذ اختي. قال لي ابونا ادم هادشي ما كاينش، هادشي زعما ما مقبولش وما كاينش واحد كياخذ اختو بحال هكا، انت خاصك تاخذ هادي وانت خاصك تاخذ هادي. قال ليه قابيل لا والو، انت اللي قلتي هادشي وانا غناخذو. فباش يتم الفصل في النزاع، وهادشي هو اللي تيهمنا دابا، قال لهم ابونا ادم هادشي الاول ما عرفتش واش بصح ولا من الاسرائيليات، ولكن اللي كيهمنا هادشي اللي جاي دابا حقيقي هو انه قرروا انهم يقدموا واحد القرابين لله سبحانه وتعالى. القربان بحال اللي كنديروا حنا في العيد الكبير كنتقربوا به الله سبحانه وتعالى. فقرروا انهم غادي يقدموا قرابين الله سبحانه وتعالى، واللي تقبل منه فهو اللي غياخذ السيده، او هو اللي اختاروا الله سبحانه وتعالى. فقابيل كان عنده الزرع، كان عاطيه ربي الزرع والنباتات وداك الشيء، بينما هابيل كان عاطيه ربي هذا الغنم هادشي ديال الماشيه. لما جاو يقدموا القرابين ديالهم، وكانوا لما تيقدموا القرابين الله سبحانه وتعالى كتهبط واحد النار من السماء وكتختار اولا كتدي بواحد الضوء ابيض كتدي داك القربان اللي تم الاختيار ديالو. قابيل واخا عنده الزرع مشى اختار واحد الزرع رديء ما عندوش شي قيمه، ما عندوش ملي كتبغي تعطي غير كادو عادي كتمشي وكتعزل اجود مكان وانفع مكان واحسن مكان عندك، فما بالك بقربان غادي تقدموا الله سبحانه وتعالى. قابيل ما كانش مزيان، مشى هو يختار واحد بحال قلنا داكشي الخايب اللي ما لايقش ليه، الزرع اللي ما عنده ما يدار، ما فيه ما يدار، تحشم كي كنقولوا حنا بدرجه حتى تحشم توريه لبنادم، تحشم اعزكم الله حتى تعطيه للبهايم. شد هذاك الزرع الرديء وهو اللي قدموا الله سبحانه وتعالى كقربان. بينما هابيل مشى اختار اجود الخرفان اللي عنده، اجود حولي ومقاد وعاطي العين وكنقولوا حنا بالدرجه تحمرت العين وتكبيره، وقدموا الله سبحانه وتعالى. فلما هبطت هذيك النار طبعا اختارت هذاك القربان ديال هابيل، الكبش خاطو، وما قبلاتش القربان ديال قابيل. وبالمنطق شوف حنا غير انسان، ملي كيجيب لك شي واحد شي حاجه ما عليهاش بحال كيحط منك ومن قيمتك فيها، ما تتاخذهاش اولا كتاخذها وترميها لان طيح منك. ما كنقولوش حنا بنادم خاصو يتكلف ويتسلف غير كتحس به داير مجهود، اما هو عنده الخير واختار اسوأ ما كاين والحاجه الخايبه واللي ما لايقه واللي ما عندها قيمه، وهي اللي قدمها لرب الخلق الله سبحانه وتعالى، فما تقبلش منه. لم يتقبل منه، فقالك فتقبل من احدهما، يعني تم القبول ديال القربان من هابيل، كنت كنقول سيدنا ادم، ولم يتقبل من الاخر، ما تقبلش، ربي ما قبلش القربان ديال قابيل. وهنا غادي تزاد الغيره والحسد والبغض اللي كان في القلب ديال قابيل في اتجاه خوه هابيل. يعني هو ديجا حاقد عليه ان داك اختو زوينه هو اختو هذاك غياخذ الزوينه هو غياخذ الخايبه، وديجا حاقد عليه من حوايج اخرى لان هابيل كيحكيو عليه انه كان شخص مزيان بينما قابيل لا، ديجا هو اصلا هو عامر من جهته حاسد وحاقد عليه. وزاد كمل لما تقبل القربان ديال هابيل وما تقبلاش القربان ديال قابيل، فحقد عليه حقد نيت ومشى عنده قال ليه انا غادي نقتلك، لان انا ما قابلش هذا الشيء وما راضيش عليه، انا غادي نقتلك.
فمعروفه القصه، تيقول لي زعما ان مددت الي يدك، زعما المعنى كيقول لي هابيل الا انت مديتي لي يدك باش تقتلني انا ما غاديش نقتلك، وإلا انت بغيتي تضرني انا ما غاديش نضرك. على اساس زعما باش قابيل يلين واحد شويه ويدير عقله وما يقتلش خوه. ولكن مع ذلك وسوس الشيطان مزيان لقابيل. حنا قلنا عارف نقطتي الضعف ديال الانسان هو الملك والخلد، وكيدخلك من الحسد ومن البغض. الانسان الحسود ممكن يقتل، ممكن يدير اي حاجه، لان الحسود تيضر راسو هو الاول قبل ما تيضر الاخر. فالشيطان تيبدا تيوسوس لك، والشيطان راه تيجي في عده صور. مثلا في حياتنا دابا شحال من انسان كفس من الشيطان، عام عمروش الشيطان تيشد مذكرانا كيجيو كيبدا كيتعلم منهم، وتيبدا تيوسوس لك، كيربي فيك الحسد تجاه شي حد اللي ما باغي لك غير الخير، ما عمره ما اذاك وما عمره ما قاسك وما باغي لك غير الخير. حاجه عنده قبول اكثر منك، او عنده خير اكثر منك، او تيبغيوه الناس اكثر منك، او هو خير اكثر منك. فانت لانك ما قادرش تولي بحاله ولا احسن منه ولا كيتربى فيك الحسد والحقد والغيره ضده، وكتولي باغي تاديه باي وجه كان، وكيولي كيبان لك هو العدو ديالك، وكتولي ما كتبردي الا ما صفيتيه. انت بلا ما كتحس كتصفي راسك، ولكن كتاديه هو. وهذا الشيء اللي وقع لقابيل، بقى تيتوسوس وتيعمر ضد هابيل، فقرر انه غادي يقتله. وهذا ما كان ناض قابيل وقرر في واحد النهار انه غادي يقتل هابيل. ورغم ان هابيل عرف بلي راه غيقتلو قابيل، ما مدش ليه يدو وما تعاملش معاه بنفس الطريقه وما قتلوهش. فقابيل قتل هابيل. لما قتلو وقلنا الانسان كيفاش كان، ما عرفش كيفاش يدير باش يواري سوءة اخيه، باش يواري الجثه ديال جثه اخيه، باش يدفن خوه. ما كانش عنده هذه الفكره، لان ما كانش القتل، وما كان ديك الساعه حتى واحد ما ميت، كان حتى ابونا ادم وامنا حواء باقين في الحياه. فلما قتلوا قابيل قتل هابيل، ما عرفش كيدير ليه، ولا هزو على كتافو تيدور به سنوات وسنوات، ما عرفش كيفاش يتخلص من ديك الجثه. حتى لواحد النهار وتعذب فيها، هو قتلو باش يرتاح، تعذب فيها. وتفكروا معايا دائما كي قلت لكم الانسان كيفاش كان غير خطوه ديالو بحال من مدينه لمدينه. تخيلوا هذا الانسان قداش كان بحال قلنا عماره، غير بنادم، وعماره هز عماره وضرب بها في هذه الارض، هزو فوق كتافو تيدور به مرض به، ما عرفش حتى كيفاش يتخلص من ديك الجثه ولا كيفاش يخفيها. حتى لواحد النهار قابيل جالس هو يبان ليه واحد الغراب كيحفر، قاتل خوه الغراب ولا ميت حداه خوه الغراب، وحفر ليه ودفنو وغطاه بالتراب، لان الغربان تيدفنوا. هو يقول زعما واحد الايه ما معناه ان زعما شوف يا ربي انا عجزت وانا الانسان انني ندفن ونواري الجثه ديال اخي، وانا نتسنيت غراب يجي ويوريني. وديك الساعه دفن لخوه هابيل ودفنو. ومن هنا بدينا تنعرفوا اشنا هو الدفين، ومن هنا بدا القتل، ومن هنا بدات كيفاش كتبداو الجرائم. فاللي علم الانسان كيفاش انه يدفن خوه الانسان ويحمي ديك الجثه ديالو ويحفظها هو الغراب. وكيفاش ان قابيل بقى على مر العصور باش ربي يرد الاعتبار لهابيل، وباش ربي يعطي درس للانسان كيفاش ان الحرام راه حرام، القتيله حرام راه حرام، الاذى راه ما مقبولش، وكيفاش ان الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى، وكيفاش ان ربي ما كيضيع حتى واحد. فبقى كيدور به داك، ملي كنقول سنين راه ماشي العمر ديالنا حنا، ماشي عام وعام، سنين هو هز فوق كتافو تيدور به حتى جا غراب ووراه كيفاش يدفنوا. وبقى عبر التاريخ هابيل هو الشخص والراجل المزيان اللي تقبل منه القربان، واللي كان ما مدش يدو بالسوء الاخ ديالو، واللي كيمثل لنا الخير. وبقى دائما قابيل اللي حد دابا وحتى غادي تفنى الارض وما عليها هو مثال للغدر، للخيانه، للقتل، لاي حاجه خايبه، وكيفاش ان هو كيمثل لنا الشر وكيمثل لنا السوء. قابيل وهابيل حكمه الله سبحانه وتعالى هما صوره باش حتى حنا الانسان كنتعظوا بهم وتناخذوهم. الانسان تيخصو يحمد الله على الخير اللي عطاه، ويحمد الله على اللي ما عطاه. ربي سبحانه وتعالى مقسم لنا الارزاق، ما كيظلمناش، ما كان زعما ربي ما عمره ما تيظلم الانسان، وكل واحد عطاه واحد النوع من الرزق. حنا كبشر تيخصنا نحمدوا الله على اللي عطانا، نطلبوا اللي ما عطانا، ونحمدوا الله على اللي ما عطاناش، وما نحسدوش وما نغيروش وما ناديوش، لان الحق ديال المظلوم ما عمره ما تيضيع، والحق ديال اي واحد ادم ما عمره ما تيضيع، والظالم تيبقى يتعذب في حياته حتى لما ماتوا. وها هو مات قابيل وبقات موراه. فربي تيبوي لينا كيفاش اننا خاصنا نمشيو في طريق الخير، ما نمشيوش في طريق الشر، وكيفاش اننا ما خاصناش نخليو الشيطان يوسوس لينا، وما نخليوش الغدر والكره والحسد والحقد يتملكوا منا، حيت الا تملكوا منا عطينا للشيطان داكشي اللي بغاه. وهكا كانت قصتنا ديال قابيل وهابيل لليوم. ما تنساونا شيء من صالح الدعاء، تسناوني في قصه جديده ان شاء الله ديال نبي اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساونا شيء من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله.